أنا حنان عثمان، بشتغل برابطة نوروز الثقافية الاجتماعية بلجنة المرأة. لنا سنين بنشتغل بهذا المجال مع الجالية الكردية اللبنانية والجالية الكردية القادمة من روجافا. بداية بدي حيي ميلاد القائد عبد الله أوجلان على الشعب الكردي وعلى شعوب العالم كلها اللي بتآمن بالديمقراطية، بالحرية، بحقوق الإنسان، لأنه القائد عبد الله أوجلان هو أكثر من قائد لشعب، هو رمز كتير كبير، رمز لفكر، رمز لفلسفة، رمز لإرادة كتير قوية اللي بتناضل وبتدافع مش بس كرمال حقوق الشعب الكردي والمرأة الكردية، ولكن بشكل عام هو عبارة عن إيديولوجيا وفلسفة لكافة الشعوب المضطهدة، الشعوب اللي تحت نير العبودية والاضطهاد والظلم. فينا نقول هو النور الساطع لأنار طريق الحرية وطريق الاستقلال وطريق الإرادة الحرة. فميلاد القائد ليس فقط ميلاد شخص أو إنسان عادي، فينا نقول هو ميلاد أمة، ميلاد شعب، ميلاد الأمة الكردية بشكل عام، وحتى فينا نقول شعوب الشرق الأوسط بالعموم، لأنه إنسان مناضل وإنسان عمل أقصى الجهد وأقصى التضحيات كرمال يحرر الشعوب التي ناضلت من أجل الحرية والاستقلال. فبنبارك هيدا النهار على الشعب الكردي، على الشعوب التي بتآمن بالحرية والديمقراطية، على النساء، على المرأة الكردية، لأنه هو اللي ظهر الشعب الكردي من تحت القبر الذي ادعت الدولة التركية أنه طمرت الشعب الكردي في قبور وحطت عليه إسمنت، والشعب الكردي ما عاش في يقوم ولا مرة ويناضل كرمال حقوقه. عبد الله أوجلان أو القائد أو المفكر الفيلسوف هو الذي أزال هيدا العبء وأزال هيدا الغبار عن الشعب وحطه بالمسار الصحيح كرمال حريته وديمقراطيته. فهيدا نهار هو كتير مهم وكتير أساسي إلنا كنساء، لأنه السيد عبد الله أوجلان أعطى المرأة الكردية والمرأة بشكل عام فكر كتير حر وإرادة كتير قوية كرمال المرأة تناضل وتكافح من أجل حريتها ومن أجل يكون عندها فكر حر، شخصية حرة وإرادة حرة. فهيدا نهار كتير ضروري وكتير مهم. كإنسانة خلقت وربيت بلبنان، القائد عبد الله أوجلان عنده تأثير كتير كبير على الجالية الكردية اللبنانية. عند تأسيس الحركة التحرر الوطني أو قدوم الحركة التحرر الوطني إلى لبنان كان في جمعيات، كان في أحزاب، كان في حركات كردية مرتبطة بالثورة الكردية بشمال العراق، وهيدي الثورة كان لها تأثيرها كمان بلبنان. ولكن بهيداك الوقت كان الشعب الكردي والجمعيات والأحزاب المتواجدة بلبنان بيعيشوا بفقر إيديولوجي وفقر سياسي، وما عندهم هالديناميكية القوية اللي تعطيهم الطاقة والقوة لحتى يناضلوا أو يدعموا من أجل قضية تحرر كردستان. أي انتفاضة أو أي حراك في كردستان العراق أو كردستان تركيا كان له تأثير كتير كبير على الجالية الكردية اللي هن بالأصل اجوا من كردستان تركيا لأسباب الاضطهاد والظلم وقمع الثورات التي قامت بعد الحرب العالمية الأولى وتشكيل الدول القومية التي جعلت الكرد يظهروا من المولد بلا حمص وما يكون عندهم أي دولة قومية تعطيهم حقوقهم. والدولة التركية قمعت أي ثورة أو أي قائد أو رمز كردي يطالب بالاستقلال والحرية ومطالبة أي أبسط حقوق الكرد بالعيش وبإبراز لغته وهويته. فهودي الشعوب اللي كانت بلبنان هي أصلاً الشعوب اللي تم اضطهادها بكردستان العراق وإجوا على لبنان. فبهيداك الوقت كانت الجالية الكردية وكانت الأحزاب والجمعيات والمنظمات المتواجدة بتعيش بفقر لإيديولوجيا، لشيء يشكل لهم وحدة وطنية أو وحدة قومية أو إرشاد نحو الطريق الصحيح.
الكثير من أبناء وبنات الجالية الكردية شاركوا بمنظمات فلسطينية، منظمات لبنانية، لأنه كان عندهم هيدا الدافع القوي حتى يناضلوا يعملوا شيء للفقراء، للمحتاجين، للمضطهدين. ما كان في أي مرشد لهم أو أي قائد ينير دربهم. فعندما عند مجيء أول كوادر حزب العمال الكردستاني إلى لبنان بين الشعب الكردي المتواجدين بلبنان، لقوا انه اللي عم يبرموا عليه متواجد بهودي الكوادر وهودي الشخصيات. فمثل المي اللي بدك ترويها، الارض العطشانه للمي، رأوا كل متطلباتهم وكل امالهم وطموحاتهم بحزب العمال الكردستاني، وخاصه بالقائد عبد الله اوجلان. ومثل ما بنعرف انه الحركات الفلسطينيه احتضنت الحركه الكرديه عند مجيئها الى البقاع، سهل البقاع، واسسوا اكاديميات ومعسكرات تدريب، معسكرات تدريب عسكريا وفكريا وايديولوجيا. وبالبقاع كان في أكاديمية معصوم كوركماس اللي كانت مصدر ومنبع لكوادر التحرر الوطني، والكثير من الأكراد بلبنان التحقوا بحزب العمال الكردستاني. وكانت الجالية الكردية بوقتها يروحوا على احتفالات بسهل البقاع وبأكاديمية معصوم كوركماس للالتقاء بالقائد عبد الله اوجلان. وأنا على الصعيد الشخصي كمان التقيت بالسيد عبد الله اوجلان بالعديد من المرات، وكنت أقوم بترجمة بالكثير من الاجتماعات والمؤتمرات اللي كان يعقدها. فشخصية كان له تأثير كتير كبير على أي حدا يلتقي فيه أو يحاور معه أو يصير فيه أي حوار صحفي. كان عنده القوة والجاذبية السياسية الكبيرة من جميع النواحي، وعلم ومعرفة ودراسة تاريخ كتير عميقة وقوية. فأي شخص خلال الحوار والدايلوج اللي كانت تسير مع السيد عبد الله اوجلان كان عنده قوة الإقناع للطرف الآخر، حتى إذا كان هيدا الطرف جاي وعنده رؤية مختلفة جدا عن حقوق الشعب الكردي أو عن المعرفة التاريخية اللي كان العدو بوقتها ينشر هيدي الأفكار. لأنه مثل ما بنعرف نحن التاريخ بيكتبوا المنتصر وليست الشعوب اللي هي صاحبة القرار وصاحبة الأرض. فبالتالي أنا كان عندي هالشرف انه ترجم الكثير من اللقاءات والاجتماعات والدايلوج الصحفي للسيد عبد الله اوجلان. وكان الشعب الكردي بلبنان عنده حب كثير كبير، ويرى فيه هو المحرر وهو المخلص وهو اللي بده يحقق لهم طموحاتهم بالحرية وياخذ يوصلوا لحقوقهم وأراضيهم اللي تخلوا عنها أو تركوها نتيجة الاضطهاد والظلم اللي تعرضوا له بكردستان العراق وبأطراف كردستان الأربعة. فالشعب الكردي ومن بينهم أهلي، أمي، بيي والعديد من أصدقائي اللي كانوا بلبنان توجهوا إلى معسكر معصوم كوركماس والتقوا بالسيد عبد الله اوجلان خلال اجتماعيات جماهيرية كتير ضخمة كانت تسير للشعب. والحلو والجذاب بالقائد عبد الله اوجلان كان يصغي أكثر ما يحكي، يعني يصغي لآمالهم لطموحاتهم، يتسمع انه شو بدهم، شو الانتقادات المتواجدة، شو هي طموحاتهم، شو هي اقتراحاتهم، شو المفروض ينعمل. كان عنده قوة الإصغاء كتير رهيبة، وهيدا الشيء اللي جعل الشعب يرتبط فيه ويتأثر كتير بهالحوارات وهاللقاءات اللي كانت عم تصير معه. ويوم بعد يوم كانت تتوسع هيدي الجالية وتحتضن حزب العمال الكردستاني والكوادر أكثر، وخاصة بشخصية الزعيم والمفكر عبد الله اوجلان. أنا بتذكر كانت الجالية الكردية تجتمع بمعنويات كتير عالية، وكانوا كتير مبسوطين وفرحانين يركبوا هالباصات الضخمة الكبيرة ويتوجهوا لسهل البقاع لمعسكرات حزب العمال الكردستاني. فشعور لا يوصف وفرح كتير كبير، يعني كأنه عيد نوروز، هيدا العيد القومي الكردي اللي نحن كل سنة بننطر هيدا العيد لحتى نفرغ كل شيء جواتنا من حبنا لأرضنا وللحرية وللأعلام الألوان العلم الكردي. فبهيدي الفرحة وبهيدي البهجة كانوا يتوجهوا عيالنا، أهالينا، أمنا، بينا
رفقاتنا للمعسكر لحتى يلتقوا بهيدا الزعيم وهيدا القائد اللي مثل ما قلنا كان هو الأمل والمصدر الطاقة لإلهم. كان عدد الأكراد مثل ما قلنا يتزايد كل يوم بعد يوم لحتى يروحوا يلتقوا فيه، وبعد كل اجتماع جماهيري كان يصير ضخم ويكون في حكي للشعب، كان يحكي لكل شخص عن انفراد. فتصور الطاقة ومدى المحبة اللي كان عند هيدا القائد ومدى الصبر اللي عنده إياه لحتى ياخد كل واحد على غرفة الاستقبال اللي كان هو متواجد فيها ويحكي معهم عن انفراد كل واحد شو طموحاته، شو انتقاداته، شو هي أفكاره لحتى يكون العمل بالمستقبل بطريقة أفضل. فبتذكر وقتها أمي وبيي والعديد من الأشخاص فاتوا لعنده كل واحد يحكي عن هواسه، عن مخاوفه، عن آماله وطموحاته. هيدا كمان اللي كان يصير، عدا عن الاحتفالية الضخمة. والشعب وقتها كان يعطي البنات الصبايا والشباب الأمل بأنه دون النضال ما فينا نتحرر، والإنسان المش حر منه إنسان حلو، والجمال مرتبط بالحرية، والحرية مرتبطة بالقتال، والقتال مرتبط بحركة التحرر الوطني. والقائد عبد الله أوجلان أكثر شيء كان يركز على حرية المرأة، وكان في كثير من المنظمات النسائية اللي تجي من أنحاء العالم لحتى تعمل مع القائد عبد الله أوجلان لقاءات وحوارات يركز فيها عن الإيديولوجية اللي بيآمن فيها أو الفلسفة اللي عم يناضل من أجلها من ناحية حرية المرأة. فكان كثير خلال اللقاءات والاجتماعات يتحدث عن الثورات الكردية التي قامت قبل فترته خلال التاريخ الكردستاني، ويركز انه قد ايه هيدي الثورات ما كانت تعطي اي اهميه او اي مجال علمي موضوعي فلسفي لحريه المراه. وكان يعطينا مثال عن الثوره الروسيه اللي اشتغلت لمده طويله كرمال الاستقلال والحريه والمساواه، ولكن كانت تترك مجال المراه الى ما بعد الثوره. فالقائد عبد الله أوجلان كان يركز على أن الثورة بدها تكون من جميع الجوانب الاجتماعية، الثقافية، حرية المرأة، السياسية، التاريخية، كافة الجوانب بدها تصير مع بعضها. فركز كثير على حرية المرأة، وهذا الشيء اللي جذب الكثير من المنظمات والشخصيات التي تناضل من أجل حرية المرأة ومن أجل قضية المساواة والقضية التاريخية للعقد أو لقضية تحرير المرأة. فالسيد عبد الله أوجلان كان يملك رؤية تاريخية كثير عميقة بقضية المرأة، وكان يتطرق أكثر شيء على مسألة الأمومة والتاريخ الأنثوي وتاريخ المرأة عبر التاريخ. وهيدا ما كان مختلف من الشخصيات والأحزاب والقادة المتواجدين بتلك المرحلة. وحتى هيدي المرحلة ما كتير من القادة بيركزوا على هيدا المجال وبيعطوا مواقع القرار، صنع القرار، المفاصل كتير حساسة بقلب الحزب للنساء. ولكن في حركة التحرر الوطني كانت المرأة تملك القرار وتملك الإرادة وتملك مفاتيح أي نضال سياسي، عسكري، دبلوماسي، لحتى النساء يثبتوا حالهم ويطوروا مجال عملهم ضمن حركة التحرر الوطني. فأصبح معسكر معصوم قورتماس مثل الحج لأي إنسان وأي راغب بالديمقراطية وبالأفكار التحررية. أصبح مثل مركز كيف الحج كل الإسلام بيتوجهوا له، أو أي مرقد له بعد ديني أو بعد سياسي بيتوجهوا له من جميع أنحاء العالم. فمعسكر معصوم قورتماس أكيد منه بقعة جغرافية، هو فكر، هو مكان القائد عبد الله أوجلان. أصبح جذب لأي قوة سياسية، لأي قوة بتآمن بحرية المرأة. هذا اللي لاحظناه كتير بتلك الفترة، حتى فترة تركه للساحة السورية والساحة اللبنانية. وبعد المؤامرة اللي صارت كمان الكثير من النساء والكثير من القوى السياسية كانت ترى بهيدا الإنسان وبهيدي الشخصية الكاركتر الموجودة عنده والكاريزما وبعد النظر والتحليل التاريخي والجغرافي وكل هالأمور، كانوا يشوفوا بأنه قائد عن جد
للشعب ولأمة وللشرق الأوسط بشكل عام. بالنهاية أنا بوجه كلمة لجميع القوى الديمقراطية والأحزاب والشعوب اللي بتآمن بالديمقراطية، إنه الحرية الجسدية للسيد عبد الله أوجلان منا حرية شخص ومنه أي شخص عادي، هو مثل ما قلنا منبع ومصدر لكل الشعوب اللي بتآمن بالديمقراطية واللي هي تحت نار العبودية والاستعمار والقتل. كل هالمشاكل اللي عم تصير هلا بالشرق الأوسط، السيد عبد الله أوجلان كان عنده رؤية سياسية مسبقة متواجدة بمرافعاته وبأفكاره التي كتبها في معتقل جزيرة إمرالي. فأنا بطالب بالحرية الجسدية للسيد عبد الله أوجلان، لأن حرية السيد عبد الله أوجلان هي حرية جميع الشعوب، وهي حرية النساء، وهي المفتاح الوحيد لحل كافة القضايا في الشرق الأوسط وفي كردستان وبأجزائها الأربعة.